القصة ديالنا غتبدا مع أمين، شاب صغير في الدار البيضاء، يتيم وما عنده لا دار ولا عائلة. الشوارع كانت الدار ديالو، والبرد والجوع رفيقو اليومي. كل نهار كيقلب على لقمة باش يعيش، واللي يشوفوه الناس في الزنقة كيسخروا عليه. ولكن أمين رغم كل شيء كان عنده حلم صغير، حياة مختلفة، حياة فيها الدار، الراحة والفرحة. أيامه كانت كلها صراع، كيقلب على أي خدمة صغيرة، أي فرصة باش يجيب شي لقمة. كل يوم كيتعرض للإحباط، كلام الناس اللي كيقولوا ما غادي توصل والو، خليها على جنب. ولكن أمين ما عطاش لليأس فرصة يدخل لقلبه، كان كيحلم بالحياة اللي يستحقها. نهار من الأيام صادف واحد السيد شاف فيه القدرة والإصرار ديالو، عطاه فرصة صغيرة باش يخدم في مشروع تجاري صغير على الانترنت. أمين قبل التحدي، بدا يسهر الليل كامل يقرأ يجرب، وما خلاش حتى غلطة توقفه. كل نهار كيقرب خطوة صغيرة نحو الحلم ديالو. السنوات دازت، أمين بدا يجمع الفلوس بشوية بشوية. المشروع الصغير بدا كيكبر والسمعة ديالو كتزيد. حس باللي كل التعب اللي دار ما كانش ضايع، وكل ليلة سهر فيها باش يتعلم، كل خطوة كانت تستاهل. ومع الوقت أمين قدر يشري دار صغيرة في المدينة، دار فيها الحياة والدفء اللي عمره ما حس به من قبل. قدر يلقى صحاب جداد، الحب والأمان. كل شي بدا كيتبدل، والابتسامة رجعت لوجهه. اليوم أمين واقف في الشارع اللي كان كيعيش فيه، كيشوف المدينة بعين التفاؤل، كيتذكر كل لحظة صعيبة، كل تحدي وكل دمعة سقطت، وكيضحك في داخله، كيعرف باللي الحلم ديالو تحقق. الحلم ديالك ممكن يتحقق، غير خاصك الشجاعة، الاجتهاد، وما تخليش أي ظرف يوقفك. أمين بعد ما بدلت حياته ما بقاتش الأمور سهلة بحال ما كان كيتصور. النجاح كيجيب مسؤوليات جديدة، مشاريع كبيرة، وناس كيتلقعوا منه يكون قدوة. بعض الأيام كيحس بالضغط، كيحس بالوحدة رغم العائلة والدار. بعض المرات كيحس باللي الحياة كتجري بسرعة وما خلاتوش يلتقط نفسه. ولكن أمين منسيش البداية ديالو، الأيام اللي كان كيعيش في الشارع، الجوع والبرد اللي كانوا رفقائه. هاد ذكريات خلاتو قوي، خلاتو يعرف كيفاش يتحدى الصعاب الجديدة. وواحد النهار جا شي تحدي كبير، واحد مشروع كبير في المدينة بغى يدخل للسوق، والكل كان كيشك في ليدا مين يقدر يديره. لكن هو بالخبرة ديالو، بالصبر وبالإصرار، دار خطة واضحة، خدم مع فريقه، وكل خطوة كانت محسوبة. شهور دازت، المشروع بدا ينجح، الناس بداو يحترموه أكثر، والسمعة ديالو تزادت. أمين حس باللي كل لحظة تعب وكل ليلة سهر فيها كانت تستاهل. ولكن تعلم درس مهم: النجاح ماشي فقط الفلوس، النجاح هو المسؤولية، هو كيفاش تستعمل الفرص باش تغير حياة الناس اللي حواليك. اليوم أمين واقف في الدار الكبيرة ديالو، كيشوف ولاده كيلعبوا في الحديقة، كيشوف العائلة ديالو والناس اللي ساعدوه من البداية، وكيضحك، كيحس بالفخر، وعارف باللي الحياة مهما كانت صعيبة كل واحد فينا يقدر يوصل، غير خاصه صبر، اجتهاد، وما يخليش أي ظرف يحبطه.